الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله في كل وقت وآن وحين. تبت حيا وتبت ميتا يا رسول الله. الله سبحانه وتعالى مدحك في كتابه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ثم حضنا على الصلاة عليه فقدم نفسه في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على رسول الله. ومع ذلك وفي حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم نعاه ربه فقال إنك ميت وإنهم ميتون، حتى لا يظن عظيم من العظماء ولا قوي من الأقوياء ولا غني من الأغنياء ولا شاب من الشباب ولا صغير ولا كبير لا يظن أنه مخلد. الموت حقيقة. قال الله تعالى وما يعقلها إلا العالمون. وهل هناك عاقل ينكر الموت وينكر الفوت وينكر لقاء الله سبحانه وتعالى؟ لا والله. وهل هناك عاقل لا ينكر الموت ويوقن بالفوت ثم بعد ذلك يعصي الإله تعالى، يظلم الخلق، يأكل الحرام، يقع في المنكرات، يبتعد عن الطاعات، لا يأتي الأوامر؟ هل هذا إنسان عاقل؟ لا والله. إن العاقل حقا من يعيش في الدنيا كريما ويعيش فيها سعيدا ويسعى لأن يكون من أكرم الناس، ثم بعد ذلك يأتي يوم القيامة ويحسده الناس وينظر الناس إليه يوم القيامة بعين الإكبار. عاش في الدنيا قويا غنيا سريا، لكنه عاش في الدنيا لله طائعا، لله ذليلا، لله سائلا، على الله متوكلا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الخاسر الذي ضيع دينه وخسر دنياه. الخاسر هو الذي ظن أنه لن يأتي عليه يوم ويبقى فيه الله. الخاسر هو الذي تكاسل، هو الذي نام، هو الذي ما اجتهد، هو الذي لا توكل على الله، هو الذي ما ركع لله ركعة. الناس يصلون ولله يركعون وهو قابع على الكرسي على المقاهي، بل والله الموت أمامه ويأتي ليجامل الناس ويقف أمام المسجد لا يستطيع أن يدخل ويصلي لرب الناس. الخاسر الذي أعطاه الله الدنيا وجعلها تحت قدميه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ظالم كافر بنعمة الله، منكر لجميل الله، منكر لعطاء الله، ومع ذلك إذا احتاج الله سأل الله، يعصي الله بترك الطاعات أو الوقوع في المنكرات، ثم عند الحاجة
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. من يا عباد الله أولى بالله، أولى بعبادة الله، أولى بالتوكل على الله، أولى بالالتجاء إلى الله، أولى بالسجود لله؟ من؟ الفقير المعدم أو المريض العاجز أو المحتاج؟ من الأولى بعبادة الله؟ هل هو الذي كساه الله وآواه وأعطاه ورباه؟ هل الذي جعله الله أمام الناس نظر أعين الناس؟ ثيابه نظيفة، بيته جميل، ماله كثير. من الأولى بعبادة الله؟ لكن أسأل سؤالا بالله عليكم، هل هناك أحد محروم من نعمة الله؟ هل هناك أحد لم يأخذ من الله عطاء؟ نحن نتقلب في النعيم ليل نهار. أيوب عليه السلام عندما كان في غناه وفي عطاء الله انقلبت الدنيا عليه وهجمت الأمراض إليه ونزل الاختبار عنده. ما الذي سأله ربه سبحانه وتعالى؟ يا رب اترك لي لسانا أذكرك به. مش عايز حاجة من الدنيا. وعندما سألته زوجته ناعسة يا أيوب أنت نبي الله فسل الله يشفيك، سل الله يعطيك، سل الله يرضيك، وكلنا نسأل الله ذلك. قال يا ناعسة عشت في النعيم وفي الصحة وفي الغنى وفي العيال 70 سنة أفلا أصبر 70 مثلها حتى أسأل الله سبحانه وتعالى؟ مع أن دعاء الأنبياء مقبول، بل ودعاء الصالحين مقبول، بل ودعاء الذين لا يأكلون إلا الحلال مقبول. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ومع ذلك لم يرفع يده إلى الله إلا عندما وصل الحزن إلى قلبه أن تبيع الزوجة ضفائرها لتطعم هذا النبي. عندها قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ويأتي الإجابة أو تأتي الإجابة من رب العالمين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أبدا والله لا إله مع الله. عندها تنزل الرحمة اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لما يأخذ ضغصا فيه 100 عود من القش ويطلب المرأة؟ لأنها سألته أن يسأل ربه. قال يا ناعسة والله لئن شفاني الله لأجلدنك 100 جلدة. ومع ذلك الذي نقوله ونحن الفقراء إلى الله أن نسأل الله سبحانه وتعالى، أن نلتجأ إلى الله عز وجل، أن نعلم أن لنا ربا على كل شيء قدير، أن نعلم أننا فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لابد أن تتحقق الحقائق في القلب لينكشف للقلب نور الرب سبحانه وتعالى. النور إذا دخل القلب انشرح وانفتح. قالوا يا رسول الله وهل ذلك من علامة يعرف بها؟
قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغروب والاستعداد للموت قبل نزوله. فهل بالله عليكم وأنا قبلكم أسأل نفسي، هل نحن مستعدون للقاء الله؟ لو أن طبيبا حاذقا متمرسا قويا ذكيا ألمعيا اتفق على إنسان وقال له إن أمامك أياما معدودة وساعات محسوبة وأنفاس مرتقبة وستموت، ما الذي سيفعله هذا الرجل؟ أولا سيبكي البكاء المريض، البكاء المريض، ليت وهل ينفع شيئا ليت شبابا جوع فاشتريته. تذكر في شبابك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين الحساب. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهث من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبان. هل نحن مستعدون للقاء الله؟ هل أصلحنا ما بيننا وبين الله؟ هل أرجعنا الحقوق إلى أصحابها؟ هل صفينا النفس وتجردنا لله سبحانه وتعالى؟ هل وهل وهل وهل، وما الذي نفذ من كل هل؟ كل إنسان يعلم ذنبه وكل إنسان يعلم خطأه وكل إنسان يعلم ما يركبه بينه وبين الله وكل إنسان يعلم نعم الله عليه وكل إنسان أدرى بنفسه. لكن الموعظة التي نأخذها خاصة في هذه الأيام المباركات، أيام الإسراء والمعراج رسولنا صلى الله عليه وسلم، كلمات معدودات، وأعز والله نفسي ولا أقول وأعز أحدا إلا أعز نفسي أولا، فلست بأفضلكم وأنا مقصر في حق الله أكثر. الموعظة التي نضعها أمامنا وسوف تسألون. إذا كنت مستعدا للقاء الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وإذا كنت لست مستعدا أعيذك بالله وأعيذ نفسي، إذا كنت لست مستعدا للقاء الله، من كره الله لقاء الله كره الله لقاءه. كل يراجع نفسه، والعاقل من وعظ بغيره، وكفى بالموت واعظا، وكفى بالحوادث والنوازل واعظا، وكفى بالأحداث التي تدور، زلازل وبراكين وسيول وحروب، لا تدري يا عبد الله في أيها تسير، لكن رحمة الله واسعة حتى لا نقنط الناس من رحمة الله. الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، لكنها ليست لكل الخلق، فسأكتبها لمن يكون الرحمة بتاع ربنا؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تلامس الموعظة قلوبنا جميعا، أن تلامس الموعظة قلوبنا جميعا، وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن
وأن نراجع أنفسنا فيما بيننا وبين الله، وأن نراجع أنفسنا فيما بيننا وبين خلق الله، وأن نرجع إلى الله فنصلح أنفسنا حتى نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، ونحب لقاءه فيحب الله لقاءنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بركة هذه الأيام، وأن نستقيم على طريقة الرحمن وعلى ما أمر به سبحانه وتعالى وعلى ما سنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أسأل الله سبحانه وتعالى لعم أن يرحمه وأن يغفر له. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، ولدا خيرا من ولده، وزوجا خيرا من زوجه، وارزقه يا رب العالمين الشرب من حوض رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم امنه في قبره يا رب العالمين، ونور له فيه يا اكرم الاكرمين. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله ولموتى المسلمين، وبارك في ذريته وفي اولاده، وارزقهم الرضا بقضائك يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.